السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة تاع العرايش، انجح وصفة على الاطلاق، يجوكم طريين يذوبوا في الفم بزاف بنان. الطلية ما شاء الله تنشف بالخف من فصل الصيف، يعني ما حش تعذبكم، وبدون بيض تجيكم تلمع وبزاف بنينة بالقوت على القارص. وصفة رائعة. وراح نعطيها لكم بمقادير مضبوطة، يعني كمية صغيرة ماشي تاع كيلو. ديكور كيما راكم تشوفوا، ديكور راقي بزاف شباب، حاجة بريزونطابل توالم لأفراحكم ومناسباتكم. بدون إطالة نبداو مباشرة في الوصفة تاعنا. بسم الله. اول شي بديت بلاباط، خديت هاد البول، كيلت به 3 كيلات ممسوحين. كل كيلة ترفد 200 غرام، يعني المجموع درت 600 غرام تاع الفارينة، اللي تحب تخدم بالميزان مباشرة بلا ما تكيل، ودير نصف الكمية تاع الإدام. يعني دير 300 غرام تاع السمن، ولا دير كيما انايا، انا درت 200 غرام تاع السمن وضفت عليها الباقي. يعني حوالي كانت خرجت لي 208 غرامات هكذاك تاع السمن، والباقي كملتها بالزيت. المجموع يخرج لكم 300 غرام، يعني قلنا نصف الكميه تاع الإدام باش يجوكم بالسن ويجو طريين. فوالا دوكا هنا زدت مغرفه كبيره تاع سكر غلاس مع مغرفه صغيره، نص مغرفه تاع لافاني. فرغت الإدام هذيك على الفارينه، ونبدا نبسس في الخليط ديالي حتى نتحصل يعني على، حتى نبسسها مليح بين يديا، نحسها بليك يعني كامل الفارينه هذيك راهي مبسه. نحك مليح هكذا بين يديا كيما راكم تشوفوا بطريقه واضحه. ومن بعد راني حنجمع بالماء والماء زهر، ولا تحبوا تجمعوا غير بالماء زهر. انا يعني جينيرالمون نخدم غير بالماء زهر. وشنو الا كان الماء زهر تاعكم في الثلاجه، من الافضل سواء تخرجوه من قبل تخلوه يكون يدي يعني حراره المطبخ، بما انه رانا في فصل الصيف راح يكون دافي، ولا خرجتوه من الثلاجه مباشره دفوه شويه وخدموا به. يعني هاد الطريقه للمبتدئات باش هكا ما يتشكلكمش حبيبات في لاباط ديالكم كيما كتشوفوا. ولازم تعطوا لها حقها من الماء، سينو كان تشوفوها غير نطمت هكذاك تحبسوا. وما تكونش يعني، لازم لاباط تاعكم دوك نوريكم القوام لازم تكون ليس، يعني كي تشكلوا كريه هكذا وديروها حربوش، ما تتشققش، ما يكونش فيها تشققات. دوك نوري لكم قدامكم يعني لو تيست كيفاش نديرو. ديروا هكذا حربوش، نطووه، راكم تشوفوا ليس ويتجعد، ما كاش تشققات، يعني هكذا حتخدموا بها تفرميو بها العرايش تاعكم كيما تحبوا. ما حتكسر لكم، ما راح تشق، ما والو، تجيكم هايله هاد لاباط. واش نعطوا لها برك حقها تاع الماء. فوالا دوكا ندوزو لافارس. هنا بالنسبه لافارس انا درت 300 غرام تاع اللوز، بما انه درت 600 غرام تاع الفارينه، درت نصف الكميه في لافارس. وهاد الكميه هذه راح تخرج لكم 30 حبه. كيما كتشوفوا هنا راح نزيد 100 غرام تاع السكر، ما درتش هي نورمالمون زعما نديرو 150 تاع السكر. لا فورس نديرو توجور نص تاعها تاع السكر، مي انا بما انه هاد الحلوه حنديروها الطليه وتكون حلوه بزاف، نقصت كميه السكر نتوما كيما تحبوا. يعني درت 300 غرام تاع اللوز وزدت عليها 120 هكاك تاع السكر. كيما شفتوا الميزان قدامكم طاح لي شويه. هنا بالنسبه للوز طرحوه بهذا القوام كيما شفتوا، يكون رقيق ماشي خشين. زدت هنايا مبشور ليمون، لافاني. راح ندير ملعقه صغيره تاع السمن كيما شفتوا، باسكو الكميه قليله باش الحشو تاعي يجيني طري ما يبسش من الداخل. ونبدا نجمع في هذا الحشو بما زهر حتى نتحصلوا على عجينه، يعني لا فخص كيما قال، كيما لا فخص ما فين نديروها تاع الشراك ولا تاع، هذه هي لا فخص اللي توجور أننا نعتمدها. ويعني حاولوا انكم ديروها القارص يجي بزاف بنين في هاد الحلويات كامل. انا القارص ما نستغناش عليه، هو ولا فاني مع بعضهم يمدوا جو رائع. راكم تشوفوني كيفاش راني نعجن فيها هكذا حتى تنطم معايا، تولي هكذا كره واحده. نخلوها تريح هي ولا بات، كيما شفنا لاباط غطيتها خليتها تريح. لا فاخس نفس الشيء، توجور انا كي ندير حلويات هكا سواء نخدمهم في الليل نخليهم يباتوا للصباح ان شاء الله، ولا الصباح ونخدم في الليل. هنا شوفوا واش درت انايا. انا هاد لاباط هاد الكميه ما حش نديرها كامل عرايش، قسمتها لزوج، درت 15 حبه عرايش و15 حبه تاع تشارك. نفس الشيء هاي لكل لي بول تاع لاباط مع تاع لافاخس، راكم تشوفوا فيهم صغيورين تاع لافاخس باينين. واش درت العرايش وزنتهم. بالنسبه للعجينه وزنتها 40 غرام، ولا فاخس وزنتها 20 غرام.
وبالنسبه للتشارك درت 35 غرام ولا فورس درتها 15 غرام. وانا في هذا الفيديو ما صورتش يعني بعد ما حبيتش نزيد ندير معاه التشارك باسكو جاني الفيديو بزاف طويل. ان توكا يعني انا دارت لكم ديجا وصفه تاع التشارك من قبل، ونعاود ان شاء الله ندير فيديو واحد اخر سبيسيال غير التشارك. كيما شفتوا يعني اللي تحب تخدمها غير العرايش حتخرج لك 30 حبه، واللي حبت تخدم غير التشارك حيخرج لها اكثر. باسكو علاش لا فاس تاع التشارك ما تجيش اكثر من تاع العرايش نكبروها شويه باسكو راكم تشوفوا كيفاش نمشوها. هذه هي يعني المقادير مضبوطه، يعني في 600 غرام تاع الفارينه حتحصلوا على حوالي 30 حبه، وبالك ولا كبرتهم اكثر حتخرج لكم اقل، وممكن لا صغرتهم حيخرج لكم اكثر. فوالا دوك انا هنا بديت نفورمي معكم في العرايش. الطريقه هاي اللي قدامكم. شوفوا كي تكون لاباط شابه يعني راح تفتح معاكم بكل سهوله، وما راحش يتشققوا الحبات معاكم كامل، يجوكم مليس، يجوا بزاف شابين تتحكموا فيهم كيما تحبوا. فوالا شوفوا الطريقه كيفاش نفتح هذيك لاباط هكذايا، ومن بعد ندير حرف تي في الوسط ونبدا نغلق كيما راكم تشوفوا. غلقوا مليح هكذا لا فخصوا بعدا كي طيب ما حاش تخرج. كي نبدا نغلق برك نخرج الهواء يعني من الاسفل الى الاعلى، نخرجوا هذاك الهواء باش الحبات تاعنا كي طيبوا ما يديفورماوش، ما تفسدش لا فورم تاعهم. سينو الباقي كيما راكم تشوفوا الطريقه هاي لك واضحه قدامكم، يخرجوا بزاف شابين. شوفوا شحال شابين ودغيا تاع المول، يجوا كامل على حبه كامل كيف كيف. نزيد حبه اخيره، نفتح لاباط كيما راكم تشوفوا هكذا، ولا فاقس نفتحها حربوش، ومن بعد ندير هكذا حرف تي. هنا الاطراف كي نجي نطلعهم نسيي نخرج الهواء، ما نخليش الهواء لداخل، يعني نطلعهم كي نبدا نغلق من الاسفل الى الاعلى باش هذاك الهواء يخرج لي. ولا شتها حسيتها بليك منفخه لداخل فيها شويه الهواء، نجيب الكوردون كيما شفتوني درت قبل نخرج هذاك الهواء من الداخل، ومن بعد هكا نقلبها ونبدا نجبد من الوسط الى الاطراف، يعني باش نمشو هذيك لافاكس الحشو هذاك نمشوه في كامل الاطراف، يعني من الوسط الى الاطراف هكذا تخرج لكم الحبه ما شاء الله، يجوكم كيف كما شفتوا لاباط بزاف هايله تمشي وحدها. هامليك بان 15 حبه ديالي كما قلت لكم. هنا واش راح ندير، حندخلهم للثلاجه نخليهم يريحوا ساعه ولا ساعتين، المهم يعني شحال حبيتوا خلوهم حتى تشوفوهم شدوا روحهم، هما تفاصون شدوا روحهم نص ساعه يشدوا روحهم. يبرد هذاك السمن الحبه تاعكم حتولي يابسه، كي ترفدوها تولي يابسه ما حاش تتعوج ولا كيما كنتوا تشوفوا. انا هنا خلاص دخلتهم الثلاجه وخرجتهم. شوفوا كيفاش تجي الحبه. هنا علاش نديروا هاد العمليه باش كي نطيبوهم في الفرن ما حاش يتبدل الشكل تاعهم، يقعدوا هكذا ما يذوبوا ما يتعوجوا ما يتنفخوا ما حتى حاجه، يقعدوا لكم هكذا محافظين على الشكل تاعهم. دخلتهم يطيبوا مده الطهي تاعهم 20 دقيقه ما ديباسيوش 20 مينوت، سينو حيبس لكم لا فاصل لداخل. غير تشوفوهم تحمروا هكذايا داو اللون الذهبي طفوا عليهم. دوكا نخلوهم يبردوا. ندوز نوجد الطليه. هنا درت نصف فنجان تاع الزيت، نصف فنجان تاع مزهر، ونصف فنجان تاع الحليب، مع نصف فنجان تاع القارص. بلا ما ننساو مغرفه صغيره تاع الملون الابيض. نخلط هاد المكونات مليح حتى ينسجموا لي مليح، ومن بعد نروح نبدا نضيف في السكر الناعم تدريجيا حتى نتحصل على القوام المطلوب. وبالنسبه للكميه هذه اللي درتها انايا كيما شفتوا كيلت بالفنجان تاع لاتاي درت نص فنجان. هذه الكميه كافيه، يعني حاطت لكم سوا 15 حبه تاع العرايش. نتوما ولا درتوا كامل لا كونتيتي درتوها عرايش ماشي كيما انا قسمت، يعني شفتوني درت عرايش وتراك. ديروا الفنجان كامل باش هكا يطلي لكم 30 حبه، يعني العبر تاعكم عبروا بالفنجان تاع لاتاي كامل ماشي نص فنجان. راكم تشوفوا السكر هنا كان نزيدو فيه بالعقل، لازم نغربلوه سينو الطريه ما حش تخرج لنا شابه، راح يجوا فيها حبيبات. يعني ضروري جدا ان نصفوه نجوزو على الصفايه باش الطليه تخرج لنا ليس وتجي تبري تجي بزاف شابه. كيما راكم تشوفوا ضفت بالعقل. هنايا انا كان عندي نص باكي تاع السكر، يعني باش نقول لكم شحال دات لي سكر ناعم. كان عندي في الاول نص باكي حطيته كامل، ومن بعد فتحت باكي جديد درت خديت منه شويه يا ربي، ديت منه واحد الكاس هكذاك تاع السكر. يعني المجموع كامل حوالي باكي غير ربع، وسا ديبون يعني كيما قلت لكم على حساب الكيلو اللي درتوه نتوما. وشنو روحوا لها غير بالعقل، حتى ولا شفتوها عقدت معكم بزاف واش ديروا تروحوا تحلوها بشويه تاع قارص، زيدوا لها القارص هذا مكان. ولا شفتوها يعني ولات لكم عاقده بزاف، تحلوها بشويه تاع القارص. انا شوف راني نسيي نخبطها هكذا بيدي
شوفوا القوام اللي نتحصل عليه، هذا هو. كي تكون هكذا خلاص هذا هو القوام اللي حبيته. وصدقوني يعني تالمو هاد الطليه بزاف بنينه، يعني نفضلها هي خير من الطليه تاع البيض. ومام في وسمو تنشف بالعقل. هنا كنت في الصيف ويعني وهبلتني، يعني السخانه راح سخون تمتم نلقاها راح تنشف ليك، شغل دير لي هذيك القشره من الفوق، يعني شغل طليتهم غابيدمون باش ما تيبسش معايا. كيما راكم تشوفوا ماهيش تتسايل ولا هاي ليك، تبقى شاده روحها. هنا كملت طليت كامل الكميه اللي عندي، خليتهم حتى وين نشفوا، خليتهم يعني داو وقتهم، خليتهم باتوا ليله كامله. غد من داك نط نحيت لهم كامل هذوك زوائد، اني نقيت في نيت الحبات ديالي مليح. وجبت الورود هذوما كنت خدمتهم انا في الدار، هاوليك المول تاع السيليكون اللي استعملته. شريت لاباطا سكر في ملونه في هاد لا كولور في الغرانا. جبت ناكري دوري وبديت نمسح في الحبات ديالي هكذايا بالبانسو، بيان سور يكون سبيسيال تاع الحلوى هذايا، مخلياتو غير لي غاتو. نبدا نمسحهم هكذا باش يدو هذا اللون شغل كيما راكم تشوفوا. كي تشوفوهم من بعيد تحسبوهم الطليه جايه في هاد لا كولور. انا الطليه نديرها بيضاء ونزيد لها برك هذا من الفوق، يخرجوا لي هكا دوغي بزاف شابين كيما راكم تشوفوا. هنا باش نلصقوا هذوك الورود نحطوا نقطه فقط من الطليه هذيك، ونحط الورده هكذاك من الفوق. شوفوا شحال جاتو شابين. هاد الورود كما قلت لكم المول تاع سيليكون راهو يتباع ديسپونيبل. بالنسبه للاوراق صبغتهم بالناكري في الدوغي كيما شفتوه. ودرت لهم هاد الحبيبات ثاني في الوسط، يعني في وسط كل ورده. وخرج لي هذا هو الديكور، يعني هذا هو الشكل النهائي. حطيتهم في الكيسات كيما كتشوفوا شكلهم ولا اروع. والبنه كتر وكتر، ما عندي ما نقول لكم في البنه تاعهم. يجوكم مطريين يذوبوا في الفم. البنه تاع هذيك الطليه مع الكو تاع القارص رائعه، ويبقاو يعني طريين يعني لمده طويله. وهنا اكيد نقسم لكم حبه المصداقيه وتشوفوا الحلوه هذه شحال تجي بنينه وشحال تجيكم طريه. هنا جيت نقسمها طاحت لي، مي بون دوك نقسم لكم بيدي هكا شوفوا الطراوه تاعها. هاي ليك ما شاء الله. لحقنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومنتير شباب، واللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس. والى اللقاء.